والله ما مصدقة حاجة كلنا بنرميها في الزبالة تبقى سكراب ممتاز للجلد يا جماعة. تطلع الجلد الميت اللي بقاله سنين معتق ولازق على الجلد بكل سهولة، لا وكمان ايه تنعم وتعطر وتخلي الجلد يبقى زي الازاز. حطوا لي لايك بسرعة وشير قبل ما الفيديو يتسرق بالله عليكم. الله يرضى عليكم واشتركوا في القناة عشان الفيديو النهاردة مفيد جدا لكل ستات البيوت اللي تقريبا ما بيروحوش الكوافير او ما عندهمش وقت يروحوا الكوافير ويدفعوا فلوس كتير علشان يرجعوا شباب تاني. انا هرجع النهارده ارجعكم كلكم شباب. شايفين بقى العرق سوس يا جماعه؟ عارفين عرق سوس بعد ما بن... بنخمره كده ونحط له الميه ونشربه؟ التفل بتاعه اوعوا ترموه، ده كنز كنز يا جماعه. ده انا خلاص عرفت الطريق. هتحطوه على ايديكم وقت طويل ابدا، ده بالظبط من 5 ل10 ثواني. انتوا متخيلين؟ في لحظتها مجرد ما بتحطيه بصوا خلاص حطيته. انا خدت حته احطها على وشي. عايزه اقول لكم والله العظيم للجسم كله يا جماعه سكراب امن، ما بيجرحش الجلد، بينعم بينظف وبيعطر يا جماعه. عايزه اقول لكم هتشوفوا الحاجات اللي بتتبرم السودا اللي هتطلع من جلدكم. شايفين الاسود ده؟ مش العرق سوس، الاسود ده الجلد الميت. والله العظيم انا مش مصدقه، انا وشي رجع ينور من تاني والله العظيم. بعد ما كان بهتان كده وحسيته غريب، لا اللي كان عليه ده كان جلد ميت. لا 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 لا، وللايد وللوش بس، ده للجسم كله يا جماعه. حطوه بقى كده بصوا، شايفين الطينه اللي بتطلع من عند العقل من كتر غسيل المواعين وخدمتنا في بيوتنا؟ لا احنا خلاص بعد ما بنخلص شغل البيت ناخد كده حبه عرق سوس وايه، و5 دقائق 5 ثواني خليه وهو لسه مندي، تفركيه وهو لسه مندي. اوعي ابدا تسيبيه ينشف وهو مندي كده، افركيه هيفرك معاكي الجلد الميت اللي على ايديكي واللي على الجلد كله في اي منطقه تحبيها، ايديكي رجليكي وشك قفاكي اللي انت عايزاه. بصوا بقى عايزه اقول لكم ريحته ونعمه النعومه غريبه، ده انا لسه ما حطيتش مرطب وايديا ناعمه كده. ادعوا لي بقى دعوه حلوه من قلوبكم وحطوا لي لايك وشير كتير على قد ما تقدروا. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتعرفوني بتتابعوني منين. ومش اخر مره، انكم هعمله كل يوم لغايه ما احصل على النتيجه اللي انا عايزاها واللي انا بحلم بيها، لان كلنا ايدينا بايظه من المواعين يا جماعه وكلكم عارفين. شايفين والله العظيم من اول استعمال. طبعا طول رمضان مش هنبطل نشرب عرق سوس، بس لازم ايه نعمل فاصل كده بين كل 3 ايام. الناس اللي عندها الضغط، كل 3 ايام بتوقف وترجع تشربه تاني. يلا حطوا لي بقى لايك وانزلوا اشتركوا. مع السلامة.